معكم اماني من قناه اور كروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزه كمان من الغرز الخمسه الاساسيه. هي غرزه النصف عمود. انا عملت السلاسل جاهزه اهيت، عملت 10 سلاسل. غرزه النص العمود بتعادل غرزه الحشو في المتانه. يعني احنا قلنا قبل كده ان غرزه الحشو غرزه متينه وقويه وما بتسيبش فراغات. غرزه النص عمود نفس الحكايه، برضو بتعادل غرزه الحشو في المتانه، ولكنها بتفرق عنها انه ارتفاعها اعلى شويه منها، يعني اطول منها في الارتفاع شويه. تمام. طيب نعملها ازاي بقى؟ لو تفتكروا الفيديو اللي فات قلنا وشبهنا كده انه سلاسل الارتفاع دي عامله بالظبط زي السلالم اللي بنطلع بيها الادوار. فطبعا السلالم دي بتزيد كل ما ارتفاع الغرزه بيزيد. غرزه الحشو كان ارتفاعها سلسله واحده، غرزه النص عمود ارتفاعها سلسلتين. تمام. فاحنا هنعتبر اول سلسلتين في المجموعه دي ان هما دول سلاسل الارتفاع، وممكن نزود سلسلتين ونعملهم هما سلاسل الارتفاع، بس احنا هنعتبر انا عامله 10 غرز سلاسل. فاول سلسله احنا قلنا احنا بنعد بعد الحلقه، اول واحده وتاني واحده دول يعتبروا سلاسل الارتفاع بتاعه غرزه النص عمود. نص العمود هنلف لفه على حلقه كده على الابره، وبعدين بندخل في الغرزه الثالثه. تمام. ونسحب الخيط. بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا 3 حلقات على الابره. نسحب الخيط تاني ونخرج منهم هما ال3 مره واحده. هي دي غرزه النص عمود. بنلف لفه على الابره وندخل في الحلقه ونطلع. بقى عندنا هو ال3 حلقات على الابره، نسحب تاني ونطلع منهم هما ال3. اعملها لكم تاني اهي. نسحب، بقوا 3 اهو، نسحب ونطلع من ال3. طبعا الغرزة هتبان اكتر لما نرتفع شوية. بنلف لفة كده على الابرة وبعدين ندخل في الحلقة اللي احنا هندخل فيها، ويبقى عندنا 3 حلقات. نلف الخيط على الابرة ونطلع من ال3 مرة واحدة. تمام كده. ارجو ان احنا نكون بنتمرن على كل الغرز اللي احنا بناخدها دي. هنرجع بقى نعد كده اللي احنا عملناه. انا كنت عامله 10 سلاسل، ولما اعتبرنا في اول سلسلتين اعتبرناهم سلاسل ارتفاع، بقى عندنا 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7، وادي اخر واحده رقم 8. تمام كده. تمام. عايزين بقى نرتفع الدور اللي بعد كده. احنا قلنا لما الارتفاع بتاع غرزة النص عمود بنرتفع ايه؟ بنرتفع سلسلتين. ده الارتفاع بتاع النص عمود. ونلف الشغل لما نركز مع بعض كده، دول السلسلتين الارتفاع. يبقى علامة الفي دي هي اول غرزة في الدور. يبقى نلف كده وندخل تحت علامة الفي اهي. دخلنا تحتها زي ما بنعمل لما كنا عملنا في غرزة الحشو، ونسحب من ال3 كده اهو، وندخل تحت الفي اهي، ونلف ونسحب كده اهو. طبعا كثرة التدريب هتخلي ان انتي بتتقني الغرزة جامد وبتطلع تمام معاكي. وبرضو زي ما قلنا قبل كده هوت، لما بنخلص الدور خالص بيصادفنا في الاخر خالص الغرزة الاخيرة بتبقى شوية معوجة، فبعض الناس ممكن ما تاخدش بالها منها وتفتكر ان كده دي اخر غرزة. تمام. علشان الاطمئنان ممكن كل دور نقعد نعد اهو 1 2 3 4 5 6 7، وهما المفروض يبقوا 8. هنبص كده هنلاقي ادي هي علامة الفي بتاعت الغرزة الاخيرة. تمام. ندخل تحتها اهي، دخلنا تحتها وهنطلع، وفي النهاية خالص هيبقى عندنا القطعة الحواف بتاعتها مستقيمة، ما فيهاش اي اعوجاج خالص اهو. ادي اول غرزة اهي. ندخل تحت علامة الفي
ونستمر على كده هو بقى، ونكبر قطعة المربع ديت، نكبرها ونقعد نشتغل كده كتير علشان خاطر ايدينا تتعود على الغرزة وتبقى سهلة علينا، وتبقى بسيطة وما فيهاش اي حاجة. دلوقتي انا هوريكم الغرزة ديت اسمها ورمزها في الباترونات. الغرزة اسمها غرزة النصف عمود، غرزة النصف عمود اسمها باللغة الإنجليزية هاف دبل كروشيه، والاختصار بتاعها HDC، ده الاختصار الإنجليزي بتاعها. الرمز بتاعها بيبقى شكل حرف تي الكابيتال، بيبقى واقف كده، واحد واقف كده وفوقيه شرطة، تمام. وده الرمز اللي بيبقى في الباترون، ماشي. دي اللي تحت دي زي ما احنا عارفين السلاسل، والسلسلتين دول الارتفاع بتاع غرزة النص عمود، وادي غرزة نص عمود في كل سلسلة اهو، عبارة عن عصاية كده وفوقيها شرطة تشبه حرف التي اللي بالكابيتال، تمام كده اهوت. تعودوا كتير وتمرنوا كتير على الغرز اللي احنا بناخدها علشان خاطر ايديكوا تمشي في الشغل، وان شاء الله بعد ما نخلص الغرز الخمسة الاساسية تقدروا تنفذوا مشاريع كتيرة قوي سهلة، بس اهم حاجة تتمرنوا عليها كتير. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش لو مش مشتركين تشتركوا، وان شاء الله هكمل معاكم السلسلة بتاعة التعليم الاساسيات الكروشيه، وهننزل فيديوهات ورا بعضها بسرعة.